تصدق إن في مايو عام 1936 كان في راقصة مشهورة وقتها بتقدم فقرتها الراقصة في واحدة من أكبر الكازينوهات في مصر، وهو كازينو البسفور في شارع باب الحديد أو رمسيس حاليا. وبالمناسبة اللي صمم الكازينو ده هو المهندس حسن فتحي، أحد أهم المعماريين في تاريخ مصر، وهو مصمم قرية القرنة بالأقصر. وفي يوم وامتثال خارجة من الكازينو بعد تقديم فقراتها، هاجم عليها أحد فدوات المنطقة وضربها برقبة زجاجة في رقبتها، مما أدى إلى وفاتها بالحال وهز موتها مصر وقتها، وكان سبب في إنهاء عصر الفتوات. عشان كده لازم تسمعوا قصة الراقصة الجميلة اللي دمرتها قوة شخصيتها أمام البلطجية. تعود جذور امتثال فوزي إلى الصعيد، وبالتحديد محافظة أسيوط اللي تركتها وعاشت فترة في الإسكندرية، وبسبب ظروفها الأسرية الصعبة اتجهت للرقص وذاع صوتها جدا، الأمر اللي دفع الراقصة والممثلة بديعة مصابني إلى إنها تجيبها من اسكندرية عشان ترقص في الصالة بتاعتها. وبعد فترة سابتها ورقصت في كازينو شاركت الراقصة ماري منصور في تأسيسه وهو البسفور. وكان بيسيطر على الكازينوهات ومنطقة عماد الدين بالكامل مجموعة من البلطجية، أشهرهم فؤاد الشامي اللي كان واحد من أشهر بلطجية فترة التلاتينات في مصر. ومجرد ما شاف امتثال وقع في حبها لجمالها الشديد وجاذبيتها، وحاول بكل الطرق يخليها تعجب بيه وتقع في غرامه، لكنها كانت رافضة تماما فكرة الارتباط ببلطجي، خاصة إنها في سن 14 سنة كانت متجوزة بنجلة أحد أكبر مستشارين محكمة الاستئناف في الإسكندرية، وانفصلت عنه بسبب سوء معاملته ليها، وتوجهت بعدها للرقص الشرقي. وأمام رفض امتثال لحب وهيام فؤاد الشامي بيها، قرر إنه يفرض عليها إتاوة شهرية كبيرة وصلت ل50 جنيه شهريا مقابل حمايتها وعدم التعرض لها، ولكنها رفضت، وكمان ثبته باللغة اليونانية زي ما الصحف قالت، واللي كانت بتجدها للغاية، وهو الأمر اللي أثار غضب الشامي بشدة، عشان ما كانش حد بيقدر يقوله لأ أو حتى يكشر في وشه. وشعر فؤاد الشامي بغضب شديد وكسر في كرامته، دفعه للاستعانة بأحد البلطجية لضرب امتثال فوزي بعنق زجاجة في رقبتها خلال خروجها من كازينو البوسفور ليلا، الأمر اللي أدى إلى وفاتها بالحال. وهزت وفاة امتثال فوزي مصر لدرجة أن وقعة وفاتها غطتها الصحافة بشكل أوسع وأكبر من خبر انعقاد البرلمان اللي كان في نفس اليوم، وألقى فيه رئيس وزراء مصر الراحل مصطفى النحاس باشا بيان تولي الملك فاروق لحكم مصر بعد رحيل الملك فؤاد. وبعد وفاة امتثال أمر النحاس باشا وزارة الداخلية بإجراء حملات واسعة للقبض على الأشقياء في شارع عماد الدين والحد من البلطجة، وهو اللي حصل فعلا. وصدر حكم بالمؤبد على فؤاد الشامي ومساعده البلطجي اللي قتل امتثال، وخرج فؤاد الشامي عام 54 بعد أن أمضى 18 سنة في السجن، وكان خروجه حدث مهم بالنسبة للصحافة وقتها. وأجرت مجلة آخر ساعة حوار معاه، وقال في حواره إن كان هدفه الأول في البداية ليس قتل امتثال، ولكن التسبب في إصابتها بإعاقة تمنعها عن العمل، لأنها تحدته وبلغت عنه البوليس عدة مرات، وكانت سبب في تجرؤ عدد من الراقصات والفنانات عليه اللي بدأوا يرفضوا يدفعوا الإتاوة أسوة بيها. وفتح فؤاد الشامي بعد خروجه من السجن محل للبقالة، واتجوز من فتاة عشرينية وأنجب منها، وترك البلطجة تماما، خاصة إنه لما زار شارع عماد الدين لقى إن الحال تغير تماما والبلطجة وعصر الفتوات انتهى. تصدق دي؟